قصة البلوجر سارة محمد وخطيبها في يوم الخميس الموافق 9 من شهر فبراير عام 2023 ميلادي، تمام الساعة 10 مساء، انصابت البلوجر سارة محمد وخطيبها بطلقات نارية، واطلقها أشخاص مجهولين وهم راجعين بيوتهم، وهذا كله بهدف انهم يسرقون السيارة. وتم نقل سارة وخطيبها مستشفى الميري بالإسكندرية، وأكدوا الأطباء أنها انصابت بالعمى بسبب جلطة دموية وحدوث نزيف في المخ وتلف في أنسجة العين بسبب دخول شظايا الطلقات وزجاج السيارة في عينها. وعانت سارة من أزمة نفسية وعصبية كبيرة جدا بعد ما فقدت بصرها، بالإضافة أنها قالت أن خطيبها تخلى عنها وما سأل عنها من بعد الحادث، وهذا زاد نفسيتها سوء. وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحادثة وطالبوا أن حقها يرجع من هذيل المجرمين، وتمنوا لها الشفاء العاجل وأن الله يرجع بصرها وينعم عليها بالشفاء. وقاموا بتدشين حملة لدعم سارة ومحادثتها بالكلام الطيب عشان تتحسن نفسيتها. أما عن حالتها الصحية فنشر عمرو قناص وهو شخص مقرب لعائلتها تدوينة قال فيها أن حالتها النفسية لسارة تحسنت بعد ظهورها في أحد البرامج الحوارية على الفيسبوك وبعد دعم الجمهور لها. وأما بخصوص العملية فهي تستعد سارة عشان تستعيد بصرها، وقالت أن العملية صعبة مو بسهلة، ولكن بدعوات الناس بيجبر الله خاطرها إن شاء الله. وقالت العملية صعبة جدا يا جماعة، مش سهلة، بس الله المستعان، وبدعواتكم والله إن شاء الله ربنا هيكبر بخاطرها وربنا يقدركم دايما على فعل الخير. وقال عمرو إنهم أول مرة يشوفون سارة تضحك من يوم الحادث بعد ما خبروها بالكلام الطيب والداعم من الناس. وكانت سارة خضعت لعدة عمليات جراحية في المخ والعين وبتكمل عمليات ثانية قريبا. علقت سارة محمد على الحادث وقالت إن كانت مع خطيبها في يوم الحادث وإن اليوم كان طبيعي جدا، وبعدها ساق خطيبها السيارة لمحطة الرمل وتحديدا إلى كارفور، واستمر خطيبها في قيادة السيارة حتى اصطحبها إلى بيتها. وهو يسوق السيارة كانت في سيارة تحاول إنها تعترض طريقهم، ونصحت سارة خطيبها إنه ما يوقف السيارة وإنه يواصل السواقة ويسرع للبيت. وبعدين اتقربت السيارة منهم وشافت بعض الأشخاص المجهولين شالين سلاح أو أسلحة نارية وبدأوا يطلقون النار عليهم، وانصابت بطلقات في راسها. وعلى فكرة سارة محمد هي منشأة محتوى من محافظة الإسكندرية، وكانت تقدم محتوى يتعلق بالموضة والجمال ومستحضرات التجميل للفتيات، ويتابعها عدد كبير من الناس على حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي. أما عن ردة فعل خطيبها فسارة تفاجأت جدا وما توقعت ردة الفعل هاي، لأنه تركها وما سأل عنها، والغريب أن خطيبها هو جارهم ومن نفس المنطقة اللي يسكنون فيها، وهذا فاجأ المتابعين. وقال الدكتور حازم ياسين وهو الطبيب اللي تابع حالة سارة أن في مثل هاي الإصابات يكون في تأثير فوري للمصابين، وهذا يحدث التأثير مو بالحين مع الوقت، وهم ينتظرون استقرار الحالة على وضع معين عشان يتأكدون من إمكانية إنقاذ العين اليمين.